مرحبا بك أستاذ دريس عبر قناة مدار تي في. أنت كإعلامي رياضي، كيف ترى وضعية الوداد بشكل عام حتى اللحظة في ظل رئاسة السيد هشام أيتمنى؟ وهل تعتقد بأن الوداد قادر على العودة من أجل المنافسة على لقب البطولة بعد خسارته للقب كأس الكونفدرالية؟ بالطبع. هو دعني أقول لك هو أن الوداد قد تمرض لكن لا تموت. وضع الوداد الحالي هو وضع حالة من التشرذم، حالة من الترهل. الوداد ليس هي الوداد التي نريدها هذا الموسم على الأقل، أو التي نعرفها بشكل أساس. الوداد كانت ضحية اختيار رئيس للنادي بعد واقعة سعيد الناصري وتعويضه بالبرناكي. الوداد لم تختر الشخص المناسب لقيادة هذه المرحلة. بالطبع لأن كما نقول الوداد رجالتها، كان من المفترض أن يكون الاختيار على بناء على مشروع عمل، على مشروع مدروس محكم الجوانب، فيه روائز النجاح والإخفاق. لكن اختيار هشام أيتمنى كان اختيارا ليس في محله. والدليل هو أنه الوداد أصبحت دعني أقول لك محطة لتسويق اللاعبين، سواء من المغرب تجاه أندية أخرى أو من المغرب نحو المغرب. ولذلك الوداد حالها اليوم ليس بخير، نظير الاختيارات الأولية اللي منذ اختيار الرئيس، وأيضا ما تلاها من الاختيارات سواء على الجانب التقني أو التكتيكي أو اللاعبين وغيرها من التفاصيل. الوداد الآن يعيش مرحلة مفصلية بعد خسارة كأس الكونفدرالية، توالي النتائج السلبية. أمامنا مرحلة الإياب حتى اللحظة في المركز الثاني في الدوري مناصفة مع الرجاء. هل تعتقد بأن الوداد بقيادة مدرب جديد باتريس كارتيرون الذي يعرف البطولة الوطنية قادر على أن ينافس على لقب الدوري؟ هو أولا الظاهر هو أن باتريس كارتيرون لا يعرف البطولة الوطنية. المباريات الثلاثة التي خاضها مع فريق الوداد الرياضي تؤكد على أن الرجل لم يستفد، أو على الأقل لم يستفد من التراكم الذي حققه في المباريات التي قاد خلالها من قبل فريق الرجاء. أظن على أنه بتطعيم النادي، بتطعيم الوداد الرياضي للطاقم التقني بعبد اللطيف نصير، من المفترض ان نرى خليني نقول لك واحد لادين ديال الوداد، واحد الحماس، واحد القوه، واحد عبد اللطيف نصير، واحد من الرجالات الذين عايشوا الوداد في مرحله المجد، خصوصا في العشريه الاخيره، سواء في عصبات الابطال، سواء على مستوى المنافسات الخارجيه. اظن على انه قادر على انه يمنح نفس آخر، نفس إضافي في دماء الوداد وفي شرايين الوداد. تنتظرهم اليوم في مباراة أمام الكوكب المراكشي. نتيجة هذه المباراة قد تحسم حتى مسار باتريس كارتيرون، وقد يكون عبد اللطيف نصير أو أحدهم في دكة البدلاء. لذلك دعني أقول لك هو هذا الاختيار ديال باتريس كارتيرون لم يكن موفقا فيه الرئيس هشام أيتمنى إلى حدود اللحظة، لأن ثلاثة المباريات المؤجلة التي كانت من المفترض على أنها تمنح فريق الوداد فريق شاسع من النقاط سقط فيها. وطبعا جاء هذا السقوط بعد الخروج من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالشكل الذي لم يكن أنصار النادي يتوقعونه. ولذلك الوداد أمامه موسم حارق. اما طبعا ملي كنقول الوداد هنا كنقول بكل مكوناتها، اما ان الوداد ان تواصل المسار نحو تحقيق لقب هذه السنه، لقب البطوله الوطنيه والمنافسه على لقب كاس العرش، واما الوداد ايضا ستعيش دوامه اخرى اللي هي بعض المطالب بابعاد الرئيس وانتخاب رئيس جديد وغيرها من التفاصيل التي من الممكن ان تدخل النادي في ازمه نتائج التي عمرت طويلا. هل تعتقد بأن مشكلة الوداد تتجاوز مشكلة المدرب، خاصة وأن باتريس كارتيرون صرح مباشرة بعد التحاقه بالوداد بأنه وجد النادي في وضعية صعبة ووجد حالة اللاعبين في حالة كارثية على المستوى الذهني والبدني؟ ما هو ردك على هذه التصريحات من طرف السيد باتريس كارتيرون؟ وفي الحقيقة أنا لا أعرف على أن باتريس كارتيرون طبيبا نفسيا. من المفترض باتريس كارتيرون يقول أنه الخروج من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم سبب انهيارا بدنيا للاعبين، مقبولة جدا. لكن اللاعبين الذين ركضوا
طيلة الموسم، سواء في كأس العالم للأندية، سواء في البطولة الوطنية، سواء في كأس الكونفدرالية، ركضوا كيلومترات كثيرة مع النادي، بدنيا كانوا يظهرون بشكل جيد. لا أعتقد على أنهم سينهارون في مباراة أو اثنين. لا أعتقد على أنه بمجرد تغيير المدرب سيكون هناك انهيار. الانهيار الحقيقي هو الخروج الغير المتوقع من المنافسة. كان الجميع يتوقع على أنها بين أيدي وأن النادي يعض عليها بالنواجذ. ولذلك باتريس كارتيرون أمامه تحدي، يا إما العمل والاشتغال على الجانب النفسي والذهني للاعبين من أجل أن اللاعبين يقدموا مستوى مطلوب، ويا إما أن المدرب لم يستطع أنه يشتغل في هذه الظروف. ولذلك الطبيعي والأصل وما هو متوقع ومفترض أن يكون، وأن النادي عوض أن ينتدب نصير لهذا المنصب، كان بالأحرى أن ينتدب طبيبا أخصائيا نفسيا معالجا نفسيا. ويريت أن المغرب يتحلى بهذه الثقافة ديال الطبيب النفسي والمعد النفسي اللي من الممكن أنه يخرج اللاعبين من أزمات. وأعتقد أن هاد اللاعبين الذين ركضوا طويلا طوال الموسم وحضروا بالشكل الجيد مهما كانت التحضيرات، قادرين على أنهم ينهيوا مسار البطولة بالشكل المناسب. سؤال أخير، الوداد فرط في عنصرين أساسيين، عزيز كي بالإضافة إلى الروش، وهذا الثنائي كان عنده دور كبير خاصة في مونديال الأندية، وشاهدنا بأنه هو من كان يعني يقود الوداد لنتائج إيجابية. هل يمكن أن نحمل إدارة الوداد مسؤولية التخلي عن هذا الثنائي، بالرغم من أن الرئيس أكد بأنه هذا الثنائي كان يرغب في الرحيل؟ تبرير الرئيس لخروج عزيز كي ومغادرة عزيز كي ولورش هو تبرير مردود عليه مهما كانت النتائج ومهما كانت الامور. جوج ديال اللعابه اللي كانوا كيهزوا الفرقه، اللي كانوا قويين، اللي كان العطاء ديالهم والسخاء البدني ديالهم كبير، كان من المفترض على انهم يستمروا مع النادي. ولو استمروا مع النادي ما كانتش الوضعيه تكون بهذا الشكل وبهذا السوء. الرئيس يتحمل مسؤوليته بشكل كبير، الذي حول الوداد الى سوق للاعبين، الى محطه لتسويق اللاعبين. اعتقد على ان الرئيس في نهايه المطاف سيخرج خالي الوفاض بهذه السياسه، بهذه الطريقه، بهذا الشكل، سيخرج خالي الوفاض، وبالتالي هو ما سيعجل برحيله من نادي الوداد الرياضي. واعتقد على ان حتى الاصوات الان المطالبه بتنحي الرئيس، وحتى الاصوات الغاضبه الان من الرئيس مهما فعل من ترميم، من محاوله جبر الخواطر، من محاوله اللعب على وتر الوقت، من محاولات. ولكن الجمهور اليوم بدا واضحا على انه اصبح لا يطيق هشام أيتمنى في رئاسه نادي الوداد الرياضي. ومباراة كما قلت، مباراة الكوكب المراكشي قد تكون مباراة مفصلية للرئيس وحتى لباتريس كارتيرون، لأن النادي لا يستطيع أن يتحمل أي نتيجة غير الانتصار في هذه المباراة.